يا علي زينب عقب ولياها، يا علي يا علي زينب عقب ولياها، حايرة ظلت بين عداها. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يبارك فيكم. شلون احوالك؟ الله يخليك سيدنا. انا عندي كم سؤال اريد اسالك بيهم. ايه دلل. هاي القصيده هسه قاعد تنتشر هواي، يا علي عقب ولياني. ايه هاي القصيده انه يعني اخذت يعني شلون ما تقول صدى يعني بهذا زماننا، يعني بذاك الوقت يمكن ما اخذ الصدى. ايه نعم. ما اخذت. ليش؟ لانه هسه الظرف ملائم له. صحيح. بينما قبل اكو قصائد كانت تنزل وتغطى عليها، كل قصيدة تنزل اقوى من قصيدة، كل قصيدة تنزل اقوى من قصيدة. وهسه قاموا يقلبون الشعر فطلعت هالقصيدة. بس سيدنا هاي يعني كنت بشبابك نعم. صغير يعني عمرك بالعشرينات. اي يعني. زين حافظ من عندها شيء تقرا شيء بسيط ابد؟ لانه وين قالها بد من حتى لو شعر يعني تقراها احنا لانه يعني كثرة الشعر يعني بعد ما نقدر نحفظ. ما كان الشعر يعني احنا كنا نقرا للمرشد ونقرا لا القصيده بالذات يا علي يعقوب ولياني. اي يعقوب ولياني هذه مستعرضها كلها؟ لا انه هي بس تقطيع يعني. ما مستعرضها؟ لا استعرضها وشوفها وانا قايل الشعر مالها. اي لا من باب التاكد يعني. اي من باب التاكد تشوفها عرفت بالضبط هي القصيده اعتقد للمرشد. يا علي زينب عقب ولياها، يا علي يا علي زينب عقب ولياها، حايرة ظلت بين عداها. زينب بيا حال ظلت يا علي تندب باسمك وما عدها ولي، تندب باسمك وما عدها ولي، وعقب عزها شلون ترضى تنولي، عقب عزها شلون ترضى تنولي. يا من بيك الزود يا رجواها، يا من بيك الزود يا رجواها، هويلاه